صراع الترند بين الفنانين، مسابقات بالملايين للجمهور. حكاية المنافسة الجديدة بين العوضي ومحمد رمضان. يبدو أن حرب الترند أصبحت تتصدر المشهد في الساعات الماضية بين الفنان أحمد العوضي والفنان محمد رمضان بطريقة جديدة، من خلال مسابقات الجمهور والإعلان عن مكاسب الجمهور المالية التي تخطت ال500,000 جنيه. هذا السياق ترصد في السطور التالية حكاية ترند المسابقات وتفاصيل حرب الترند بين الثنائي الفني من أجل اعتلاء القمة في الماراثون الرمضاني. يشارك الفنان أحمد العوضي في الماراثون الرمضاني 2025 بمسلسله الجديد فهد البطل، الذي خصص له بعض الأسئلة من خلال مسابقة قدمها للجمهور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكشف العوضي عن المسابقة رقم 39، والتي تقدر قيمتها بمبلغ نصف مليون جنيه. ونشر العوضي فيديو على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: مساء الفل على كل إخواتي، بصور فهد البطل. دلوقتي بكلمكم من اللوكيشن، استلموا بإذن الله المسابقة رقم 39 وتابعوا معايا أول يوم رمضان زي ما تعودنا. نصف مليون جنيه هيكسبها ل20 أخ وأخت، وكل يوم هقول لكم المسابقة هتبقى بكام. استنوني في فهد البطل، وإن شاء الله على آخر رمضان نكمل 70 مسابقة، وإحنا اللي بدأناها وهنكمل فيها مع بعض. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وتشهد أحداث مسلسل فهد البطل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي مطاردة مجدي بدر لطليقته كناريا التي تلعب دورها ميرنا نور الدين، لأنه يريد العودة لها. وتشهد أحداث الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل صراعا شديد بين والد فهد البطل، وهي الشخصية التي قدمها الفنان أحمد العوضي، وشقيقه الذي يلعب دور الفنان أحمد عبد العزيز على منصب عمدة القرية التي سيكونون فيها. أما الفنان محمد رمضان أطلق مسابقة جديدة للجمهور وعبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة برنامجه الجديد مدفع رمضان، المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2025 عبر شاشة قناة DMC، حيث شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ببوستر برنامجه الجديد، وعلق عليه قائلا: قدامكم 24 ساعة، لو توقعتوا فكرة مدفع رمضان صح هجيلك بمفاجأة وأشرب الشاي معاك قدام بيتك ووسط منطقتك وأهلك. ما تنساش تكتب انت ساكن فين. على الجانب الآخر، فاجئ رمضان الجمهور بنشر فيديو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مع الفائز بالمسابقة، ويدعى ويليام عادل من شبرا مصر، وتناول معه الشاي كما وعد. وقال رمضان في الفيديو: أصحابه يلي بتضحكوا النهاردة هتشوفوا معايا وأنا بشرب الشاي معاه في شبرا، علشان تعرفوا إنه هو اللي على حق. يذكر النجم محمد رمضان طرح البرومو التشويقي لبرنامج مدفع رمضان، والمقرر عرضه في رمضان 2025 على قناة DMC. ونشر محمد رمضان برومو البرنامج عبر حسابه موقع انستجرام، وكتب باختصار شديد: استنوا الجديد. من ناحية أخرى، تعرض هؤلاء النجوم للسخرية من الجمهور بسبب تدشين الجمهور بسبب هذه المسابقات، حيث قال البعض إنها ترويج لأعمالهم الفنية وليس الغرض منها استفادة الجمهور، بينما قال البعض الآخر من خلال التعليقات على حساب مواقع التواصل الاجتماعي إن الأزمة الأكبر هي سعة النجوم المشاهدات في شهر رمضان.